السلام عليكم. عندي كيلين سمك بدي اقليهم، بس قبل ما نبلش نصلي على الرسول. طبعا منظفتهم وحاطط لهم ملح وفلفل وشوية كمون وكزبرة يابسة وتوم مطحون، تبلتهم كتير. بدي اعصر نص ليمونة كاملة معهم لحتى تروح. طبعا انا عصرتها وهلا كملت عصرة لحتى يروح زنختهم، وفيكي تتركيهم 4 5 ساعات لتبلشي بشغلهم، وفيكي تتركيهم من أول يوم لتاني يوم بيطلعوا أذكى. تبليهم منيح بالتوابل والثوم والليمون وتركيهم الفترة اللي انتي حابة تبلشي فيها. طبعا أنا بدي هلأ اتركهم وبعدين جهز الزيت للقلي. بدي احط الكمية الزيت اللي أنا بس لأقلي، واللي الزيت اللي بده ما عندي مني حساوي كاسة رز صيادية. يلي حابب ياكل سمك مقلي واللي حابب ياكله صيادية بيصير. فطحني قطع السمك، يعني لكيهم بشوية طحين منفضين كتير كتير، وبعدين بنبلش ننزل السمك على الزيت وبلشي اقلي. ولا تقلبيها لحتى تثقي انه هي استوت، لانه ان قلبتيها وهي ما مستوية قطعة السمك بتتقطع معك. يعني شوي صغيرة هيك حركيها، لقيتيها ثابتة بقاع الطنجرة ما تحركيها، تركيها متى ما استوت تقطع لحالها. بدي اقليهم، وبنفس الطنجرة بدنا نطبخ الرز لحتى ناخد النكهة منه. بدي اطبخ كاسة رز صيادية بس. يلي بحب ياكل مقلي بياكل، واللي بحب ياكل رز معه كمان بصير. فحطيت هلأ المي واخدت الزيت البقيانين من القلي. بدي اعزز نكهة الرز، حقطع بصل واقليه بنفس الزيت اللي انا قليت فيه السمك. قطعت البصلة ناعمة ونزلتها على الزيت. طبعا البصلة بدي انا ساويها لونها غامق. الصيادية بينحط لها بصل مكرمل. حقلي البصل والزيت اللي بيزيد بحطه مع الرز. قطعت البصل ناعم وحنزله بالزيت اللي قليت فيه السمك عشان ياخد الطعمة السمك، وارجع اضيفه على المرقة اللي هي موجودة على النار وعم تغلي. بدك تتمي البصل باستمرار عم تحركيه لحتى ما يحترق. البصل لازم يكون مكرمل مو مدبل، يعني كل دقيقة بدك تحركيه بتنمي باستمرار. عم تحركيه بلش يدبل، لكن أنا بدي وصله للون الذهبي. بلش يتغير لونه طبعا، بس هذا اللون ما بكفي، عم يغمق بس ما وصلنا للمطلوب. شوي تحريكتين على السريع لأنه حمي الزيت كتير بيكون. وصلت للون المطلوب. هلأ بدي اطفي عليه النار. هلأ بدي قيمه من على النار ونزله مع المرقة اللي أنا حطيتها، وخليها تغلي شوي مع التوابل والبصل. بعدين بضيف الرز. طبعا الرز حيكون لونه غامق طبعا من التوابل والبصل. نزله بالمرقة وخليها تغلي لنزل الرز. هلأ صفيته نزلته لياخد النكهة مع المرقة ويعطي حتى لون للرز. حنحكي هلا شو بدنا نحط نحنا البهارات للصيادية. بدنا نحط عود من القرفة، بدنا نحط ورقتين 3 من الغار، ملح، فلفل، كبش قرنفل، كم حبة مطحونة، قليل من الكمون، كزبرة يابسة، بهارات دجاج، سن واحد توم مهروس، ورقتين غار، ومعلقة زنجبيل. رح نزل التوابل كلها بالمرقة، خليها تاخد النكهة، وبعدين بدي نزل الرز. نزلت التوابل خليها تغلي، بعدين حنزل الرز. هلا ححركها وغطيها واتركها لتنشف المرقة. نوس النار على الرز لحتى يتهدى. هلا هيك بتكون طبختي صارت جاهزة للتقديم. رح زينها بالمكسرات والزبيب، وطبعا بالسمك المقلي.
الصيادية ما بتصير بسمك مشوي. طبعا بكل الأحوال أنا بحب المقلي أكتر. هلا ححط الزبيب الأشلميش بالبقلة وبتطلع طيبة، وحاط المكسرات. هيك بتكون أنا طبختي صارت جاهزة. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. طبخاتي بسيطة وسهلة، بطبخ بالكمية. في ناس عم يقولوا تطبخي كمية قليلة، أنا بطبخ بالكمية المناسبة إلي، لكن الطريقة واحدة إن كبرت أو صغرت الكمية. إن شاء الله تكون عم تنال إعجابكم. لا تنسوني من التعليق والاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إن شاء الله بيكتروا مشتركيني لوصل للعدد المطلوب. والسلام عليكم. فيديو جديد، لا تنسوني من الاشتراك ودعم قناتي لتكبر فيكم. السلام عليكم. فيديو جديد.